طاري قرتني الدنيا فاهم قاع اللي صاري عرفت العقلية هاري في الشر الباري ندفع البلية ونستنى ليام الدور يا قلبي وتهنا بالك راح تفرح بالك ما راح تتمنى غدوة راح يصلح بالك تبرى ملكية تداوى الجراح الشدة في خالك الكون اللي صاري فيا ما بيصرى العجب اللي داري بيا غير العالي الربعي كي نعيش ما نخلي كي نموت ما نكسب غير الفعايل راح تدور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلف الله والأحباب، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم فرغ قلبك اون ديريكت لايف من قناة مغاربية. تحية كبيرة لكم الكل كما راكم، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية، وإن شاء الله تكونوا يعني بديتوا هذه السنة بكلها تفاؤل وكلها يعني بركة، يا رب يفتح على الجميع. احنا نواصلوا الحصة تاعنا يا خاوتي، نكملوا مجموعة الحصص تاع المغاربية اللي راهم يداروا على المباشر، وتحية للفرق التقنية اللي راهي تسهر باش تقدم لكم كل هذه المادة في ظروف حسنة ان شاء الله نكملوها حتى احنا بالبيان يا خاوتي. اون توكا اليوم راح نحكيو على مواضيع متنوعه، حنحكيو على ما يهم الجزائر يا خاوتي، ونزيدوا نذكروا احنا نحكيو هذا الشيء ماناشنا باش ننتقدوا بلادنا، بالعكس احنا نغيروا على بلادنا، احنا تغيضنا بلادنا لما نشوفوها في هذه الحاله، ويغيضنا سورتو شعبنا والجزائريين البسطاء واللي ما يحكيوش عليهم في القنوات الأخرى، اللي ربما كان حتى بعض الناس من الشعب يقول لك واش دخلني تحت راسي، بس احنا الأخلاقيات تاع المهنة تاعنا وتاع هذه القناة تحب تحكي على هذه المستضعفين وتحب تنصرهم وتعطيهم لا بارول وتخليهم هما تانا من حقهم يتكلموا ويعبروا عن رأيهم، سواء كان عجبتهم البلاد ما عجبتهمش الوضعية من حقهم يعبروا. ربما كاين ناس يختلفوا معاهم، انت تانا من حقك تعبر عن رأيك وتجي تقول لا انا تعجبني الجزائر، يعني ما نهضرش على البلد نحبوها كل، ولكن السياسة تاع السلطة تاعي تاع الدولة تاعي ماشية، الحكومة تاعي بالعقل خليهم كذا، من حقك انت حر. مرحبا بهاد الناس في المغاربين، نبقاو في اطار الاحترام واللي يتكلموا ويخليوا الدال للاخرين. ربما راح نحكيو هذا الموضوع كبشرة خير للسلطة هذه، للناس اللي تساند السلطة على كل حال، ربما يعجبها هذا الخبر، نسمعوه بعدك نرجعوا له. تفضل خويا المخرج. قرر المكتب الوطني البارح اللي اجتمع بصفة استثنائية أنه أول قرار هو المساندة نتاع حركة الإضراب تاع صيادلة ولاية قالما 14 15 و 16 جونفي القادمين. ثاني قرار أنه ينتقلوا أعضاء المجلس الوطني المكتب الوطني وكل ولايات الوطن إلى قالما يوم السبت 14 لمساندة الحركة الاحتجاجية نتاع الزملاء نتاعنا والإخوة نتاعنا في قالما. يكون هناك يوم الأحد 15 جونفي وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية هنا في الجزائر العاصمة، ويوم الاثنين 16 جونفي راح يكون إضراب وطني. الله يبارك يا خوري يا خاوتي، مبروك عليكم، مبروك على سي تبون. راك بديت السنه باعلان اضراب وطني من عند شكون؟ من عند الصيادله اللي فارماسيان خوتي. النقابه تعلن في خطاب يعني ما شاء الله منظمين، عطاوكم البروغرام كيما الشانت، ما قالوش بريمي تور دوسيام تور. عندكم لو 14 وقفه، لانه عم بالكم بداوها في قالما، الناس تاع قالما تحيه ليهم، بداوها 14 كان 16 راح يديروا اضراب خاوتي وطني جوستومون. لو 14 حتكون نهار السبت نورمالمون، فوالا. لو 15 وقفه امام وزاره الماليه في العاصمه، دونك بروغرام اللي شارجي، ولو 16 راح تكون يعني وقفه وطنيه، يعني لي فارماسي كل رايحين يديروا اضراب غريف. اسكو يقفلوا هذوك مازلنا ما عملناش. المهم ديجا احنا حاصين في ندره الادويه، ديجا عندنا مشكل تاع الادويه، نزيد يعني تبون يباركوا له ناس ويخرجوا له باضراب. يبقى هذا السؤال الاول، إذا كان كنتوا تقولوا يعني في الجرائد تاعكم باللي البلاد راهي انطلقت واقتصاد والشعب والناس يعيطوا لنا يا ولدي البلاد راهي لاباس،
علاه لي فارماسيان دايرين اضراب وطني؟ علاه خطك وصلت لهنا؟ صاي 14 15 16 يا سيدي ديروا بلاغ، درنا بيان ودرنا واحد ما سمع بينا، راح نبداو السنه. تخيل رانا يا خوتي فتح رزاق، رانا لو كات مازال هذا الاضراب الرسميه. او دوك نجيب لكم شويه اضرابات اليوم، نجيبوها حكايات اضرابات في الربع ايام هذوما برك. وش صرا وش راح يصير؟ اين هي سنه الاقلاع الاقتصادي؟ من الصيادله رايحين يديروا غريف جينيرال لو 16 ناسيونال، ولو 14 قبل راح يديروا في قالما يروحوا ياكل تما، ولو 15 بالحد يديروا يا ربي يا كريم يديروا وقفه في وزاره الماليه. هل دوله في اقلاع اقتصادي تستقبل السنه كما هكا خاوتي؟ هل بعد 3 سنين من حكم تبون والقرارات تاعو، وراح نحكيو على هذا الملف من بعد، تشوفوا واش قرر تبون، صافي دي زاني هما يتبعوا في هذا الملف، وعلاه اصلا دايرين، معليش نحكيو عليهم بعد، مانيش حاب ندخل في هذا شيء المهم. لا غريف راح تبدا لو 14 في قالما توجور ايضا، ربما ما سمعتوش بها، كانت انا اضرابات قلت لكم ماهيش رسميه، لانه الشركات في الجزائر راهم قاعدين يسحتوا في الخدامه، 200 300 منا 400 شركه تقفل شركه كذا. نعطيكم مقطع برك من تاع قالما. تفضل خويا المخرج مادامنا نحكيو على قالما. السلام عليكم. عقود المنتهية عمال مجمع عمر بن عمر. مطالب العمال واضحة. المسير يقوم بطرد العمال تعسفيا، وهو ما يتنافى مع توصيات رئيس الجمهورية. خوتي بارطاجيو اللايف هذا يرحم والديكم، يلحق السلطات كامل. خويا لكن على السلطات اكد انهم عن بالهم ومشهم دايرينها بالدرجه على تبون، ما تكسرش راسك، رام كيما قال لك السيد كي تروح لهم يقول لك او عن باله، وانت تظن انه ما عن بالوش، تقول بارطاجي باش الناس تعلم وتبون يعلم. لا ويعلم، عن بالهم باللي راهم يسحتوا في الخدامه هذوما المنتهيه، هذوما في قالما ربي ان شاء الله يفرج عليهم. وما شفتش الاعلام حكى عليهم، فقلنا لازم نحكيو عليهم خاوتنا، يرميوا فيهم من جهه لجهه خاوتي، حيسحتوهم من الخدمه. قرب رمضان والشركات راهي قاعده تقفل في الجزائر، اقلاع اقتصادي يا خالتي. هذا هو اللي يجي تبون ويحضر في التيلي ويقول لكم تو فا بيان وراهي ماشيه، والاقلاع راهو تري بيان. ان توكا هادو ما نحكيو عليهم من بعد كمقدمه. كنت شفاو البارح يا خالتي حنحكيو على سوجي حساس، ان شاء الله بركه الناس يعني اللي راح يتصلوا يحضروا في الموضوع يبقاو يعني في اطار هذا الموضوع. البارح حكينا لكم على الذكرى، خويا المخرج حطينا الصوره وحكينا لكم على ذكرى الترحم هاد جنود الجيش الوطني الشعبي الله يرحمهم في العشريه سوداء. 20 سنه مرت على استشهاد 43 شهيد بالمنطقه، قلنا كان فيهم ديبارا وكان فيهم حرس بلدي، ماتوا في منطقه صرا اكروشاج ولا ما نعرفوش صرا، وقلنا لحد الان ما عم بالنا لا تحقيق، ما نعرفوش حتى اساميهم ربما، لانه البارحه انا دخلت يعني حتى صفحه وزاره الدفاع، قلت بلكي حتى يتكلم حد شيء في الفيسبوك برك تكلم عليهم برك، والله ما جبدوا عليهم وما لقيتش. قلت باش نجيب لكم الصور ونعاودوا نحكيو ميزابار يعني المتقاعدين تاع الجيش هما اللي تفكروا زملائهم الله يرحمهم. سينوم ما كان عنديش مصدر اخر. دونك حكينا عليهم البارح، هادم للاسف قلنا مرت الذكرى تاعهم، مرت 20، اليوم مرت 25 على ذكرى اخرى مؤلمه هي تانا يا خالد، مؤلمه كما نقولوا بالنيفو تاع للاسف الشديد تاع بن طلحه وتاع كل هذيك المجازر اللي شفناها 25 سنه هذه في جهه غليزان. خويا المخرج في بلاصه يقولها الرمكه، مجزره الرمكه في غليزان سنه 1998. مجزره يا خوتي، ربي يرحم الناس اللي ماتوا، يا ربي ان شاء الله يصبر الناس هذوك اللي عاشوا هذيك. تقريبا نفس السيناريو تاع بن طلحه يا خوتي، وهي كيف يعني ما لقيتش عليها يعني حدثني الناس يحكيوش عليها. هذا ديفوار دو ميموار، هذا واجب علينا باش ما ننساوش خاوتنا وما ننساوش هذه الدروس. فقلت اليوم يا خوتي احتراما، البارح حكينا على خاوتنا الجنود، اليوم نحكيو شويه على هذه الحادثه. جبت كلكو فيديو شويه قدم، ولكن شهاده للشيء اللي صرا نهار هذاك. تفضل خويا رمضان، نهار رمضان صرت لنا الحاجه كي عقنا عليها يا حي باقي لهم. نهار رمضان الليل والله ما بقوا قاع ننام، راحوا كاع راحوا صايمين. ماتي
فرح صايمين. صح وصايمين. شحال عندك من بناتك ولادك؟ 8 وحدة و8 وحدة، وبنت اختي 10، والاخرين قاع ابن عمي، قاع اهلي، قاع ابن عمي، كاع اللي ماتوا. كي عاقل على الليله هذيك الحاجه. يحوج كان شوفي عيني غير البح وانا نبكي حتى عييت. نصيب قاعد هذا المناسبات كاع ما يجوش كي نفكروا نروح نروحوا للمقبره. تجي لهنا نروح للمقبره تاع الولي تاع الرمكين، نجي للمقبره طلعوا ذوك القبور ونروح هكذاك القبر نحس بلي بويا راه مازال حي، وذوك متعذره في ذيك الحيه ما ننساهمش. ولدي